الجو تلج، يعني بصوا تلج وفي نفس الوقت شمس، وممكن تقلع التيشيرت بعد 5 دقايق. بص درجة الحرارة، بص كاليفورنيا كام؟ 15 درجة مئوية. 15 دي يعني تقدر تقول تلج في بلادنا، صح؟ تلج تلج. بس طول ما في شمس زي ما انت شايف كده الجو بيبقى جميل جدا. لو طلعت في الظل انسى، يعني بص ايدك بتسقع جدا جدا جدا. اجواء جميلة هنا ما شاء الله. طبعا اللي ما يعرفنيش، انا اسمي اسلام زيزو، صاحب محلات يو اس سي ستور. والفيديوهات دي عباره عن سلسله انا بكلمك فيها عن تجاربي الشخصيه من اول ما بدات في التجاره، ومن قبل التجاره كمان كان اول فيديو للفيديو اللي فات، لحد لما جينا هنا اهو. ولسه بقى ان شاء الله يعني مستمرين كده مع بعض. عندنا اهداف كبيره جدا، حاسين ان احنا بالفيديوهات دي ممكن نفيد حد بصراحه. يعني انا عندي كلام كتير قوي ببقى عايز اتكلم فيه عن المشاكل اللي قابلتني وتجارب الحياه اللي انا عشتها في تجاره وفي حياتي عامه. ما اعرفش، ممكن تبقى مهمه بالنسبه لحد جديد، شاب صغير، حد بيبدا، حتى لو حد من سني او اكبر مني وعنده مشكله معينه في شغله او في حاجه معينه، بندردش مع بعض كده في المناظر الجميله دي. طبعا في ناس كتيره ما تعرفش احنا مين. الشمس كده اهو ماشي اهو. في ناس كتيره ما تعرفش احنا مين. انا يا جماعه كنت عامل فيديو الاولاني كنت وصلت فيه ان انا اشتغلت ايه وعملت ايه، وحاجات اللي انا ما اشتغلت بيها في البدايه، يعني الشغلانات الاساسيه البدائيه اللي انا اشتغلتها في اوائل حياتي. وصلنا فين؟ وصلنا ان احنا كنا الفيديو اللي فات يعني كنا بنتكلم ان انا كنت عامل فرشه كده في الشارع، بس عشان العربيات دي بس لحظه واحده. بس منظر العربيات هنا ببلاش يا جماعه، بلاش بجد يعني. بص دي مخالفه دي، شايف؟ ومش فاهمه فبيترجم لها. عادي بصور عادي، يقدرش يقول لي انت بتعمل ايه. مسموح الكلام ده هنا. وانت ماشي في اي لحظه تلاقي الحكومه مخالفه، ما بيهزروش، كاميرات وسيستم ونظام. اللي عايز يخالف هو اللي ماشي اكيد مش ايه يعني، مش في وعيه يعني. نرجع لايه؟ لمرجوعنا في البدايه. يعني اشتغلنا كذا شغل وحكيناه في الفيديو اللي فات. لو انت ما شفتوش الفيديو اللي فات خش شوفه، حلو جدا. ويعني اتكلمت في حاجات كتير، وقبلها في فيديو ازاي اصلا تعمل الباسبور والحاجات دي. فانت خش استفاد من الكلام ده. انا بعمل الحاجات دي والله عشان الناس تستفاد. والله احنا حطينا شويه بضاعه في الشارع وبدانا نقول يا مسهل. الكلام ده كان امتى؟ اقول لك بالظبط كان امتى. قبل الثوره بسنتين. قبل الثوره طبعا، الثوره الاساسيه اللي هي الوحيده اللي هي بتاعت يناير بالنسبه لي. يعني انا ما اعرفش اي حاجه تاني، ما اعرفش ثورات تاني، لان دي هي الحقيقيه اللي كانت الناس طلعت تتكلم تقول رايها وبتاعه. يعني عايزين نتكلم في الحاجات دي لان ما بفهمش فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الناس صحيت من النوم، اسلام حاطط شويه حاجات وبيبيعها. طب ايه يا عم الكلام ده؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ جايبه منين؟ جبته ازاي؟ عملت ايه؟ وقاعد عمال ايه يرص ويبيع وحاطط لابتوب كده وبتاع. عامل جو. انا ليا جو كده معين، بحب ابقى ايه يعني، بعيش براحتي. يعني زي ما انا بتكلم كده في الفيديوهات بالطبيعه بعيش هو كده. انا معايا جهازي هقعد بيه هشتغل بيه، وبدات ان انا اعمل صفحه صغيره كده واصور عليها الحاجات اللي انا ايه جايبها. صفحه صغيره كنت مسميها زمان، كنت مسميها اسلام زيزو باسمي يعني. وبعدين اشتغلنا كل اللي كنت بشتغل بيه كنت ارجع اشتري بيه بضاعه من جديد. بس المنظر الجميل ده تحفه. نقعد على الارض ونديها شمس الحلوه الجميله. عملنا صفحه وبدات ابيع عليها المنتجات اللي انا جايبها. هجيب بضاعه كده شكلها غريب، وكانت جزم شكلها عجيب شويه، كانت عاليه، حاجات اسمها دانك اللي هي زي الجوردن دلوقتي كده، والحاجات اللي هي طالعه الفتره دي. قعدت بقى في الفتره دي يا جماعه اجيب بضاعه وابيع، اجيب بضاعه وابيع. يعني يمكن 5 شهور 6 شهور 7 شهور. في ايام ما كنتش ببيع بيها خالص. كان في البدايه كان في حد مشاركني، كان في واحد صاحبي مشاركني قبل ما افتح الفرش. ما حدش كان مشاركني خالص. قررنا ان احنا ناخد محل صغير كده عندنا برضو في المنطقه. قلت الم البضاعه جواه وابدا اشتغل يعني ايه واحده واحده، عشان خاطر الفرش دي كنت بحطها في الشارع عند واحد قريبي ربنا يمسيه بالخير، حبيبي عم ابراهيم. وبصراحه كنت حاسس ان انا ايه متقل، يعني انا بتحرج وما بحبش ابقى ايه يعني مهما كان حتى من اهلي واخواتي وكده انا بتكسف جدا. يعني قلت اخد محل واحط فيه الحاجه برضو شكلها هيبقى احلى، حاجه مش تتبهدل وكده. يعني ايه تبدا تشتغل بقى ايه بنظام بقى ونظافه. الشغل بدا الحمد لله يزيد. فاول ما جبنا البضاعه جه واحد صاحبي قال لي ايه تعالى نزود الدنيا وبتاع. جبنا شويه بضاعه وبعد كده لقيت لك الدنيا بتقف خالص، مفيش بيع مفيش حركه مفيش شراء. والناس كلها بقى ايه معديه خلاص، اللي اشترى المنطقه خلاص عرفت مين اسلام اشترى. مفيش حد جديد، مفيش حد يعني مفيش حد انت تشتري تبيع له مختلف. كل الناس اشترت خلاص. قلت بس هي كده شكلها ايه مش هتظبط، شكلها كده مش هتبقى حلوه. فضلنا شويه انا وصاحبي. لقيت صاحبي ايه قال لي انا مش انا عايز اخرج وبتاع وما اعرفش ايه. كان هو حط 10000 جنيه وانا 10000 جنيه. اديته ال 10000 جنيه وبعدين نص المحل فضي، نص المحل بالظبط
بالظبط، ما كانش فيه بضاعه اصلا، يعني تحس ان انت اللي هو ايه المحل ما بقاش فيه شغل خالص. وعلى كده قلت طب اعمل ايه؟ طب اقفل، حاول ان انا مثلا اشتغل حاجه تاني. فضلت برضو مصر ان انا لا انا هبيع واشتغل. بدات انزل الاسواق، سوق الجمعه، وابيع فيه. لو كنت بشتري منه بقيت ببيع فيه. قعدت فتره كده كبيره، وكنت معايا شاب من المنطقه كده من عندنا، فضل يعني هو اللي ايه معايا طول الوقت من اول ما بدات لحد لما ايه لما كبرت شويه. بس هو المعلم مش مركز شويه، ربنا يهدي له حاله، لازم يركز شويه. المعلم يوسف لازم تركز في حياتك، عشان خاطر الحياه بتعدي، والعمر العمر اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. نصيحه بص قدام الناس كلها دي قريت بس تكون انت بتشوف او حد بيشوف يقول لي يوسف. في ناس كده برضو ايه بتبقى معاك في رحله بتعلمهم وبيتعلموا في الشغل كويس. فاحنا الفتره دي قعدنا نشتغل كويس جدا لحد لما حسيت بقى ان انا ايه خلاص انا محتاج اطلع بره المنطقه بتاعتي خالص. ما كانش ينفع ان انا افضل في المنطقه كتير، لاني خلاص الناس كلها اشترت. وكنت بقابل حته كده معينه اللي هو ايه في ناس مثلا بتبقى يعني عايزه تشتري منك. انا ليا فلوس مثلا كتيره جدا. بعض الناس اللي هو خلاص قلت خلاص بقى مش الله يعوض. يعني دايما لما بتيجي تشتغل في اي بيزنس اللي بينجحوه الناس القريبين منك، وفي نفس الوقت اللي ممكن يخسروه برضه الناس القريبين منك. يعني ممكن هو يبقى سلاح ذو حدين. لما حسيت ان الدنيا بدات تغمق شويه قلت لا، خد بعضي واشوف حاجه تانية اعملها، عشان خاطر كده مش هينفع. وقررت ان انا اقفل المحل. قفلت المحل وبعدين سافرت السعوديه. في شخص كده بيكلمني سعودي عايز ان انا اشتغل معاه وكده. قلت له خلاص ماشي اجي لك. اتفقنا على كل حاجه. الراتب كان راتب ساعتها 1200 ريال. 1200 ريال دول يعني ما يعملوش اي حاجه خالص، كنت باكل وبشرب بيهم. بس هم في الفتره دي بيستغلوا الشباب الصغيره اللي لسه حديث التخرج او كده واللي لسه سنه صغير، فبيشغلوهم بمرتب وبيحسبوا بقى الفلوس بالمصري. جو غريب السعوديه بصراحه. يعني ما فاهم اللي هو ربنا يكون في عون ربنا يكون في عون كل الشباب اللي شغاله او اللي كانت شغاله زمان وما عرفتش تكمل. قعدت مش فتره كبيره، قعدت سنه ورحت ورجعت. جبت شقه، كانت الشقه ساعتها ب 6000 جنيه او 6000 جنيه على ما افتكر. يعني 2013 2013 فضلت سنه شغال في مصر. بشتغل بقى اي حاجه، بشتغل بقى في النقاشه. قعدنا شويه كتير شغالين في النقاشه. في الفتره دي بقى كنت خلاص انا بظبط الشقه ولازم اتجوز، عشان خاطر طبعا معطل بقى الناس اللي معاك ومراتك اللي كانت خطيبتك ساعتها. يعني وقت كبير بقى انت متعطل وسايب الدنيا وعمال تروح وتيجي ومتاخر ومدي ميعاد ولسه الميعاد ما قرب يخلص. وجو الخطوبه ده انتوا عارفينه. يعني كان معايا فلوس، قلت يا اما اوضب الشقه يا اما افتح تاني المحل تاني. قلت لا بس مش هينفع، مش هتظبط. فاخدت القرار بتاع الجواز الحمد لله. يعني وده يعني من اصعب القرارات اللي انا خدتها في الوقت ده، لان انا كنت ساعتها كنت حاسس ان انا لو ما فتحتش المحل حياتي كلها تقع. انا كنت فاكر كده. واتاري ربنا بيقول لك ان دي احسن خطوه انت خدتها في حياتك، خطوه الجواز مهمه جدا. يعني اول ما اتجوزت ربنا كرمني بعديها بشويه وفضلت شغال في النقاشه. فضلت شغال في النقاشه في فتره يعني ممكن تعدي السنه وشويه بعد الجواز، مع ناس برضو من عندنا من المنطقه وكده. وانا شغال عملت جمعيه، قبضت جمعيه وقلت ايه انا لازم افتح محل جديد. افتح محل فين؟ عمال بقى ادور حوالينا في منطقتي برضو عند مطعم البرنس. الناس اللي عايشه في التجمع، الناس اللي عايشه في مدينتي بيجي ياكلوا من عند البرنس. فالناس دي فاهمه قد ايه الشغل ده هيبقى كويس وهيقدروا يقدروه. قعدت ادور يا جماعه عشان خاطر اشتغل في الحاجات الاصليه. معايا بقى 20000 جنيه وبتاع. في الزمن ده كانوا كويسين يعني يفتحوا مشروع. في واحد من مش عايز احدد المنطقه عشان ما يزعلش، هو مش موجود يعني الراجل. بس هو مش انا مش عايز احدد عشان ما يبقاش فيها زعل. يعني ده لو هو يعني ايه بيشوف او كده ما اعرفش. دخلت عليه قلت له انا عايز اشتغل في الاحذيه وبتاع. قلت له انا اخويا كذا كذا، اخويا معروف يعني اخويا الكبير. فهو يعني كان اخويا كان هو اصلا دخله المجال ده زمان. فبقول له انا فاتح محل صغير كده وبكلمه انا على سن المحل اللي كان مفتوح قبل كده. فبقول لي انت هتفتح فين؟ قلت له هفتح عند البرنس. انا طبعا بكلمه وانا واقف وهو قاعد. انا اسف يعني بنفس الحركه دي كده اهو. تفتح فين؟ قلت له هفتح عند البرنس. طب عايز ايه بضاعه؟ قلت له عايز كذا كذا كذا. ساعتها كان الشوز ساعتها ب 300 جنيه. بنفس القعده دي هو ما غيرهاش لحد اخر القعده. بس انا مش عايز اكمل وانا قاعد قدام الناس يعني عشان عيب. قال لي مش هتعرف تبيع البضاعه دي، انت مش هتعرف تبيعها. لو خدتها مش هتعرف تبيعها. شوف لك اي شغلانه تاني وحاول تجيب اي بضاعه من اي حد غيري. انا بصيت كده وبصراحه اتصدمت يعني. واتصدمت اكتر لان هو عارف انا اخويا مين. يعني انا ما قلتلوش ان انا اخويا كذا وكذا، ما قلتلوش، لان اخويا كان ليه حته معينه كده مع الشخص ده وبتاع. حسيت هنا اللي هو ايه لا انا ممكن ما اعرفش اشتغل الشغلانه دي خالص وبتاع. وخدت القرار يا باشا ان انا قسما بالله، وانا قلت كده بيني وبين نفسي، اني انا مش هكون محل عادي، لا ده انا ان شاء الله هبقى احسن محل في مصر كلها، رقم واحد. وقلت الكلمه دي لواحد صاحبي قال لي يا عمي رقم واحد ايه ورقم اتنين ايه؟ هي مش بالارقام عامه، بس هو تحدي الذات ده مهم جدا. تحدي مع نفسي مهم جدا. ان اللي هو انا احط قدامي حاجه مهما يكون مين اللي قدامي، انا عايز اوصل للهدف
الهدف بتاعي. وكانت هنا بقى ايه الخطوه اللي هي الايجابيه في حياتي. طبعا زوجتي كانت مساعداني جدا على الحوار ده، مش هتكسف ان انا اقول كده خالص، عادي جدا. في ناس تتكسف في ناس لا، انا مش هتكسف. اهلي بيتي كده كان جالهم زي ورث بسيط خالص، يعني حوالي 20000 جنيه، فبقى معايا 40000 جنيه. يعني هي شاركت فين في النجاح اللي انا فيه ده؟ بجزء من المال وجزء من الصبر، لان الصبر ده انا بص انا غلبتهم معايا بصراحه لحد دلوقتي يعني. وبدات ان انا ادور على مكان اجيب منه بضاعه من امريكا، مش من مصر كلها بقى، لان لقيت الموضوع صعب خالص. كل الناس اللي عندها شغل بتتحكم وبتنك جدا جدا على الناس. وهنا كان قرار بقى ايه اللي هو قرار مصيري، لازم اشتري بضاعه من بره. موضوع كبير جدا، موضوع البضاعه بتاعت بره دي بقى مش عايز ادوشكوا بيها دلوقتي عشان الفيديو ما يبقاش طول. بس اللي اقدر الخصه في الحوار ده ان انا اشتغلت وسبت الشغل ورجعت اشتغلت تاني، ورجعت سبت الشغل ورجعت اشتغلت تاني في نفس المجال ده، وعندي اصرار رهيب ان انا هبدا فيه وهعمل حاجه فيه. لو حد تاني بيحاول يجرب في حاجه وما جاتش معاه من اول لحظه، بيقول لك ايه فكك يا عم، انا الموضوع ده مش جاي معايا، مش هعرف انجح فيه. لا يا باشا، بس في حاجات ما بتنفعش، يعني في حاجات بتتعمل في الشغل ما تظبطش. واحد بيخسر بس ما عندوش شبه نجاح، يعني مش باين الخريطه بتاعت النجاح انه بيعمل حاجه وبتنجح. لا ده في مشكله، ما يكبرش في الشغل. احنا كنا بنخسر، خسرنا في البدايه وبعنا البضاعه ورجعنا جبنا البضاعه، ماشي، هي تخبطات، بس ربنا كل فتره بيقول لك انت ماشي في الطريق المظبوط. فانت لو انت بتعمل حاجه دلوقتي ومش جايه معاك، حاول في حاجه تاني، بس ترجع اعملها تاني بطريقه مختلفه، وفادي الحاجات اللي انت عملتها غلط في الفتره دي. فانا عشان ما اطولش عليك، انا هقفل الفيديو في الحته دي، والجزء التاني اللي جاي ان شاء الله هيكون بقى انا ازاي استوردت اول بضاعه في حياتي وبأني طريقه، لان دي فيها قصه كبيره جدا جدا جدا. اشوفكم على خير، يا رب يكون الفيديوهات دي بتعجبكم او بتكون مفيده ليكم. السلام عليكم.